النهارده ان شاء الله هعمل معاكم كيك شوكولاته. هنعمله بدون بيض وبدون زبده. هنعمله بطريقه سهله جدا بسيطه، مقاديره موجوده في كل بيت. اول حاجه كده نسمي الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ندخل كده نشوف المقادير والطريقه. معايا بوله خدت فيها كوبايه من السكر وكوبايه من الحليب ونص كوبايه من الزيت. هقلبهم كده كويس عشان السكر يدوب مع الحليب ومع الزيت. اول فيديو ليا ان شاء الله على القناه الجديده. بعد كده هنزل بشويه كده من الفانيليا. طبعا ما فيش بيض بس لازم نحط فانيليا عشان يدي للكيك بتاعنا ريحه حلوه. قلبتهم كده كويس وخدت رشه بسيطه كده من الملح. وبعد كده هناخد كوبايتين من الدقيق. شايفين زي ما قلت لكم الطريقه سهله جدا وبسيطه. كوبايه من السكر وكوبايه من الحليب ونص كوبايه من الزيت. وكده خلاص هناخد كوبايتين من الدقيق وخدنا رشه من الفانيليا ورشه من الملح. هاخد عليهم كده معلقتين كبار من الكاكاو الخام، بس خدت الاول كيس كيك شيف او بيكنج باودر، اي ماده رافعه انت بتحبي تستخدميها. وخدت هنا معلقتين كبار من الكاكاو الخام. الكاكاو ده طبعا خام اسباني عشان يدي معانا لون غامق كده وحلو للكيك. خلاص كده تمام. نخلت الدقيق مع الكاكاو وهبدا اقلبه كده كويس عشان الخليط كله يتجانس مع بعضه. بعد كده هنزل عليها بنص كوبايه ميه. الميه دي سخنه وهقلب كده كويس. دي كل المقادير بتاعه الكيك، سهله جدا وبسيطه، ولحد دلوقتي المقادير موجوده في كل بيت. نزلت بباقي نص كوبايه الميه. وزي ما قلت لكم ده اول فيديو ليه على القناه، ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك. تنزلوا عند كلمه اشتراك اللي مكتوبه باللون الاحمر وتضغطوا عليها وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل الفيديوهات الجديده. هنا بقى نزلت بمعلقه خل. وهتقولي ما فيش بيض، نزلت بالخل ليه؟ الخل هيدي هشاشه معانا للكيك. قلبتها كده كويس. جبت صينيه، الصينيه دي تيفال مش مدهونه اي حاجه تماما. ونزلت كده بالخليط ومشغله الفرن على درجه حراره 180. هحطها على الرف اللي في النص. هتقعد معايا نص ساعه. لكن لو هتحط في صينيه الومنيوم ممكن تدهنيها بمكعب من الزبده. بعد كده معايا اللي هو بديل النوتيلا، اللي هي نوتيلا سما. نزلت في نص كوبايه من الحليب، خدت فيها معلقه كده من النوتيلا. وهنسقي بقى الكيك. الكيك طري جدا والله، مش مستدعي ان احنا نسقيه، بس احنا هنسقي بقى الكيك كده هيطعمه. بعد كده خرمتها الاول بعود من عود الشيش طاووق او بشوكه او بسكينه او اي حاجه عندك خرمي بيها. وبعد كده هسقيها بالنوتيلا واللبن زي ما انتم شايفين كده. وعايزه تستغني عن خطوه انك تسقي الكيك ما تسقيهاش، لانها زي ما قلت لك طريه جدا وهشه وفي نفس الوقت خفيفه جدا. هتشوفوا النتيجه معايا. خلاص قلبتها بالشكل ده كده والله لسه سخنه. شايفين يعني انا بشتغل فيها وهي سخنه، بس انت ممكن تسيبها تهدى شويه. بعد كده نزلت ببقيه الكميه كده شربتها للكيك. خلاص كده تمام. هنا جبت كيس بقى من اكياس التزيين، حطيت فيه النوتيلا كده. حطيتها كده في ميه دافيه، فكت معانا طبعا لان الجو برد. وحطي عليها معلقه من الزيت عشان تكون معاكي انسيابيه كده. الخطوه دي ممكن لو عندك شوكولاته مطبخ او شوكولاته خام او اي نوع شوكولاته ممكن تسيحيها على حمام بخار من الميه وتستخدميها على وش الكيك. مش لازم نوتيلا خالص، يعني مش هنقف على اي حاجه. بعد كده شلت كده، فتحت الكيس وهبدا اخد خطوط كده على الكيك بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. طبعا ما خدتش معايا اي وقت غير الوقت اللي قعدت فيه في الفرن اللي هو نص ساعه. لما عدى عليها نص ساعه اختبرتها، طلعت الخله معاكي او عود الشيش طاووق نضيف. خلاص خرجوها كده من الفرن، يبقى كده خلاص مستويه تمام. وجربوها ان شاء الله من غير البيض، طعمها جميل جدا. يعني ما نقفش على حاجه معينه. هشه وطريه. في نفس الوقت كانت لذيذه جدا. انا عملتها معاكم قبل كده على القناه التانية، بس انا اول مره اعمل فيديو النهارده، فعملت فيديو الكيك ده على القناه. ان شاء الله تجربوها. حطيت هنا شوكليت شيبس، كانت جميله جدا وكانت لذيذه. يعني طعمها حلو جدا، قريبه كده من الفيجي كيك. طعمها حلو. الكاكاو عشان اسباني ونوع نضيف عطلها طعم حلو كده زي الشوكليت. شايفين طريقه جدا بتعمل ازاي في السكينه وانت بتقطعيها. طبعا انا قلت لكم عملت كل حاجه وهي سخنه ما بردتش لسه. شايفين ما شاء الله من جوه شكلها عامل ازاي، هشه جدا طريه. سهله جدا وبسيطه. ان شاء الله تجربوها وربنا يحسن ما بين ايديكم. ونشوفكم في فيديو جديد ومع السلامه.